انا اسف جدا ان انا بذكر الاستاذ ربيع بذكريات مؤلمه جدا. الاستاذ ربيع كان عامل عمليه في الانف قبل كده، للاسف كان عامل عمليه غضاريف واتحط له المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، الفتيل. انا اسف يا استاذ ربيع، انا بس بفكرك بمنظر سيء جدا. فاحنا هن زي ما بيقولوا كده هنرميه بعيد خالص ونشيل الدعامه اللي احنا حاطينها. انا عايزك تقول لي بس يعني عايزك تقول لي في جمله، اولا لما شلنا الدعامه مقارنه بالفتيل الشاشه اللي انت كنت شايله. لا طبعا مفيش اي وجه للمقارنه خالص. يعني انا كان عندي عمليه ازاله الفتيل اصعب من العمليه نفسها بكتير. معقوله؟ جدا جدا جدا. على العموم احنا هناخد منك فيديو تاني، لكن كل اللي انا عايز اسمعه منك مقارنه الفتيل بالدعامه بس. ما ينفعش نقارنهم، مفيش اي وجه للمقارنه. انا اصلا ما حسيتش ان حضرتك شلتها، يعني انا كنت منتظر ان حاجه اكتر من كده. لسه حاجه اكتر من كده، مش كده؟ على العموم الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الحقيقه الباشمهندس ربيع 41 سنه، عاملين له عمليه تقويم الحاجز الانفي طبعا، وعاملين له لوز، وعاملين له تجميل لسقف الحلق واللهاء وشد عضلات الحلق. موضوع شخير، موضوع خنقه. لكن الحقيقه انتوا شايفيني ماسك في ايديا يعني شاشتين طوال. الباشمهندس ربيع للاسف كان عامل عمليه في مناخيره قبل كده، عمليه غضاريف، واتحط له المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، فتيله في الناحيه اليمين وفتيله في الناحيه الشمال. انا اسف يا باشمهندس ان انا بذكرك، لكن لان احنا عشان لسه شايلين الدعامه دلوقتي، فانا عايزك تقول لي ببساطه جدا الفرق ما بين الدعامه اللي اتشالت من دقيقتين والفتيل اللي انت جربته من فتره. الحقيقة أنا فعلا مريت بالتجربة دي من حوالي 6 سنين تقريبا. كان عندي نفس المشاكل وتوجهت يعني لدكتور ونصح بعمل عملية غضاريف. مش عملية غضاريف بالظبط. حسنت؟ مش بنسبة مثلا 20% للأسف، يعني أنا بعتبر إنه كان تشخيص خاطئ. عملت العملية وزي ما حضرتك نفس الفتيل اللي حضرتك وريته ده أنا عملته وشيلته تاني يوم. طبعا كان يعني شيل الفتيل أصعب جدا جدا من العملية من 100 عملية طبعا بالظبط. وقعدت بعده فتره وللاسف النتائج كانت غير مرضيه بالمره. انا برضو يعني انا اهملت شويه لان انا من قبل كده اتنصحت ان انا اشيل اللوز وما شلتهاش. فبدا الموضوع يتضخم عندي، فبقيت اكتر حاجه مقلقه انام كتير واكني ما نمتش. بنام كتير جدا واكني ما نمتش، لدرجه انا مرتين وانا يعني كنت عامل حادثه بالعربيه. يعني برضو انت مريت بتجربه حوادث العربيات. انا مشكله جامده جدا طبعا. انا اللي خلاني اخد قرار العمليه الاخيره دي ان انا قبل ما اجي حضرتك كده بشهر بالظبط يعني عملت حادثه بالعربيه نتيجه ده فعلا ده في مصر ولا بره مصر؟ لا في مصر. ومع ان زي ما كنت سايق على طريق سريع ولا جوه؟ الحمد لله كان جوه بسيط جدا جوه يعني كمان يعني في المرور والشوارع الزحمه مزدحم للدرجه دي نمت وانت سايق في الاماكن المزدحمه مش على طريق سريع؟ لا خالص. انا زي ما حكيت انا كنت ده فضل ده يعني ده الحمد لله، ده فضل من ربنا. متعود اصلا من طول عمري بنام بدري، باخد كفايتي في النوم، ولكن بدا الموضوع يتفاقم، فبدا ان انا انام واقوم بعدها اقل من ساعتين انا عايز انام تاني. واخد بال حضرتك عدد ساعات النوم يمكن في اليوم كانت تتجاوز 12 او 14 ساعه ومتفرقه، وحاسس ان انا ما خدتش كفايتك، ما نمتش. لما بعد العمليه الاولى وقعدت فتره وما جابتش نتيجه. كنت عامل العمليه الاولى عشان الشكوى اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ نفس الشكوى بس تفاقمت بعديها، لان ما بين العمليه الاولى والوقت حوالي 6 سنين. فتره. بعد ما عملت العمليه، لان انا كان اولا التنفس عندي مش كويس، الشخير طبعا عالي، الحاجه الثانيه طبعا موضوع الخمول والوخم ده كان شديد.
ولما رحت نصحوني فعملت عمليه، بس انا زي ما بقول لحضرتك بعتبر ان التشخيص كان خاطئ. انا بحط ايدي بين الطبيب في النهايه، وانت اللي بتقرر في يعني. انا لما جيت لحضرتك انت ادرى بحالتي، انا عليا ان انا اوصف، وحضرتك بتقولي حاجات طبيه. بالظبط كده. كان وصلت لمرحله ايه في موضوع الشخير والخنقه والحاجات دي؟ شخير عالي جدا طبعا. انا كنت قلقك في حياتك الشخصيه حتى؟ طبعا حياتي الشخصيه طبعا قلقني فيها. انا كمان كان قلق زمايلي، احنا كنا من النوع اللي هو بيسافر كتير، فانت تخيل انك انت مع حد في اوضه او في طياره او في مش عارف ايه، وده موجود. طيب الاسوأ من كده ان الحالات المتاخره بقى ان انا بقيت اقوم من النوم على ان خلاص بشهق الدرجات دي. بشهق. ان انا اول ما جات لي الحاله افتكرت ان كان في، انا نسيت حاجه في الاكل. فبقيت حسيت في حاجه، لكن بدات تتكرر، فعرفت لا ده النفس بيتقفل. فاقوم من النوم حوالي مثلا 30 ثانيه دقيقه، انا فعلا مش عارف اخد نفس ازاي، واخد بال حضرتك؟ بس فالحمد لله ربنا وجيت لي من 10 ايام من وعملنا العمليه الحمد لله. الحقيقه قبل ما نخش فيما بعد العمليه، انا احب اشكر باشمهندس ربيع. هتقولي لي ليه بقى؟ اولا دي سمه من سمات المهندسين اللي انا متعود اشوفهم كتير الحقيقه. اولا كلامه مرتب جدا، كلامه سيستماتيك، يعني ماشي بنظام من اول ما عمل العمليه، يعني كلام مهندسين من الاخر كده، مرتب جدا. فانا بشكرك جدا على تسلسل الاحداث اللي انت بتقولها، اللي انا استمتعت بيها جدا، واكيد اللي سامعينا استوعبوا الكلام كويس جدا. قول لي بقى، حضرتك عملت العمليه من 10 ايام. انا مش منتظر ان انت تقول انا اتحسنت والدنيا بقت 100%. انا عايز اسمع ايه اللي اتحسن في خلال ال10 ايام، وخاصه خلينا نقول اخر 3 4 ايام اللي انا بعتمد عليهم الحقيقه دلوقتي. يعني اول تحسن بدات ان انا احس بيه الخنقه، او ان انا اقوم من النوم مش عارف اخد نفسي. دي من اول يوم ما قمتش. طبعا عاده ساعات النوم كانت طبعا اقل، لكن ما شرقتش كويس جدا. برضو كان اللي ما قلتش حضرتك عليه، انا كان عندي مشكله كبيره جدا في الصوت. انا لو اتكلمت قبل ما اعمل العمليه لمده 4 أو 5 دقائق كنت اشرق والصوت يتقطع فعلا تماما. وانا من النوع اللي مش صوتي عالي ولا حاجه، ده كلام طبيعي جدا زي ما قلت لحضرتك. ولكن تتخيل انا ممكن كان في مكالمه التليفون ان انا اشرق مرتين الدرجات. واقعد دقيقه. دلوقتي ما فيش الكلام ده، ما حصلش من ساعه. والنوم بالليل عامل ايه؟ طبعا من ثالث او رابع يوم بدا يتحسن. امبارح احسن كويس يوم جدا. احسن يوم كويس جدا. نمت فيه 5 ساعات متواصله 5 ساعات ما قمتش ولا طب الصحيان الصبح اخباره ايه؟ الفوقان، الدماغ الموزونه اللي انا بسميها كده، دماغي بقت موزونه، اخبارها ايه؟ هقول لحضرتك، انا يعني لو انا قاعد في البيت في الايام العاديه وقايم من النوم قمت فطرت في اقل من ساعتين وانا قاعد كده كنت ممكن انام تاني. انا ما عنديش حاجه اعملها ممكن انام تاني. ودلوقتي لا الوضع، انا لو انا اوقات كنت احاول انام من التعب ده عشان الالم بتاع طبعا الزور والدوس فكنت فاحس ان انا لا ده انا اقعد ساعتين على المخده ومش عارف انام. مش عارف تنام. ايوه ده قبل كده. والله. يعني انت كنت عايز كان نفسك مش عارف تنام، دلوقتي انت خلاص بقى انت واخد خلاص. انا فعلا انت خدت كفايتك. انا عايز انام عشان انا في الم شويه مثلا. فانا فعلا مش انا بقعد بالساعتين او الساعتين ونص. جميل جدا. الدماغ رافض النوم اصلا عشان انت خدت كفايتك، فتنام تاني اكتر من كفايتك ليه؟ ده كلام محترم جدا جدا الحقيقه. انا عايز اعلق على حاجه واحده. مع كل فضل ربنا التحسن اللي باشمهندس ربيع بيقول عليه، لكن في ناس كتير جدا تقول لي ما احنا لما بنشيل الدعامه على طول المناخير بتبقى فاتحه. لكن تخيلوا، انا عايز اوصل ان مع وجود الدعامه اللي هي قافله الانف، مع العمليه اللي ما كملناش 10 ايام، هذا التحسن اللي هو بيقولوا من واقع تجربته الشخصيه في خلال 10 ايام. النهارده احنا شلنا الدعامه والحمد لله. هو بيقول، انا ما بحبش اتكلم على لسان حد، هو بيقول ان انا بتحسن يوم عن يوم، وخاصه اخر 2 3 كان التحسن كويس جدا. يبقى وده انا دايما بتوقعه وبقوله ان احنا كل يوم هنتحسن، ولسه قدامنا كمان شهر ونص في التحسن التدريجي، سواء كان في الام، سواء كان في بلع، سواء كان في نفس، كل حاجه تتحسن. لسه قدامنا شهر كمان ان شاء الله، مع كل بفضل ربنا التحسن اللي انت قلته. هو السؤال، انت حسيت ان المره دي ان انت الحمد لله رحت
للطبيب المظبوط، طبعا. رحت للمكان المظبوط، والنتيجه الى حد ما مرضيه بالنسبه لك؟ سؤال مهم طبعا. انت بتقول اكيد تساله لنفسك. بص يا دكتور، يعني مهنه الطب بالنسبه لكم مهنه مقدسه، يعني يمكن مهن كتير تقبل فيها الاخطاء عن مهنه الطب نفسها. ان انا بسلم لحضرتك نفسي، واخد بال حضرتك؟ يعني كل ما كان الدكتور، يعني التشخيص ثم التشخيص ثم التشخيص، كل الدكتور ما كان I'm sure 100% ان اللي حضرتك بتعمله نتيجه مجهودات كتيره جدا جدا، مش طب اكاديمي، والا كنا يعني سمعنا عن حاجات كتير. بس فعلا انا قعدت ابحث عشان اوصل لحضرتك، ما حدش قال لي اصلا، لكن انا حبيت اقرا كتير في الموضوع بحيث ان انا اتعلم من التجربه الاولى. مش طبعا. يعني انا رحت عملت عمليتي في مستشفى السلام الدولي الاولانيه، ما استرخصتش ولا رحت عند اي حد، وعملها لي دكتور مشهور وكل حاجه، بس زي ما بقول لحضرتك للاسف لكن هو نصيب. اشمعنى المره دي انت حسيت ان انت يعني او حبيت تبحث وجيت وسلمت نفسك؟ يعني ده سؤال برضه اكيد كل واحد سمعنا هيسال السؤال ده، اشمعنى المره دي؟ لازم اتعلم من اخطائي. يعني انا مريت بتجربه، وزي ما بقول لك ايه اللي خلاك تيجي؟ يعني ايه اللي خلاك مع ان التجربه الاولانيه كانت للاسف فاشله او ما كانتش ناجحه، سلمت نفسك مره ثانيه بعمليه اكبر؟ خد بالك المره الاولانيه كانت غضاريف، دي ما انا ما بعتبرهاش عمليه خالص، العمليه ما بعتبرهاش ولا بعملها. اولا تفاقم الحاله. يعني انا لما جيت لحد ما كانش زي الاول. انا الاول يمكن كان وضعه كنت شبه مرضي، ايوه بالنسبه لي، او الدنيا ماشيه يعني. لكن كنت عايز اتحسن. لكن لما حصل كده بعد العمليه اصابني يأس ان هو طبعا. هو ده الطبيعي، يعني ما تحاولش تاني. صح. وتتردد اشاعات في الغضاريف دي بترجع بالظبط، بتسمع الكلام ده كتير. صح. وبسمعه بحالات فعلا حقيقيه، يعني يقول انا عملتها، ريح نفسك، انا عملتها ورجع. ما انا هقول لحضرتك ترجع ليه. هي بترجع فعلا، ده الكلام ده مظبوط. هي الغضاريف بترجع عشان احنا، انا على فكره انا ما قلتلكش غضاريف، واخد بالك؟ ومع هذا شوف النتيجه شكلها عامل ازاي. ليه بقى؟ لان الغضروف بيتضخم نتيجه سبب ببساطه، والسبب ده عاده سيب له حيز. اكيد يا فندم، سيب له حيز، سيب له حيز بالظبط كده. فهو الغضروف بيتضخم عشان في سبب قافل، فهو بيتضخم عشان يعمل، بنسميها ايه بقى، حاجه موازنه. قصه صعبه شويه في دخول وخروج الهواء، لكن هو بيوازن دخول الهواء، بيقفل ناحيه عشان الناحيه الثانيه تبقى قد الناحيه المقفوله، واخد بال حضرتك ازاي؟ فاحنا لما بنشيل الغضروف، طب ما هيرجع عشان ما نشيلش السبب، لكن السبب عند حضرتك كان الحاجز الانفي. فلما لما بنعمل تقويم وتصليح 100% الحاجز الانفي، الغضروف ما بقاش ليه، مش عايز اقول ملوش قيمه، ولكن بيرجع للحجم الطبيعي بتاعه على مدى شهور. عشان كده انا ما بديش ايدي بالغضروف، هو هيرجع لوحده. تمام كده؟ سؤالي المهم، اشمعنى جيت لي؟ يعني انت خلاص قلت ما فيش فايده، نروح وامرنا لله وزي ما يجي، بكل بصراحه. لا مش كده. انا تقريبا واخد قرار العمليه ده من 7 أو 8 شهور. تمام. عندي ولا في اي مكان؟ في اي مكان. كويس مش عارف، انا ما عرفتش حضرتك اللي تقريبا من اسبوعين او حاجه زي كده. لكن انا زي ما قلت لحضرتك حبيت ان انا اروح بقى مكان صح او شخص صح. حتى سالت ناس من جماعه زملائي اللي هم ريليتد شويه للوسط الطبي، ترشحني مين كويس، تعمل لي مين. وفعلا حد جاب لي مرجع وقال لي ده كذا وده كذا وده كذا. وكنت في مرحله بقى المفاضله واختيار الوقت اللي هو انسب لوقتي يعني. كويس. وفي التوقيت ده وانا ببحث بصراحه في الفيديوهات والحالات والحاجات اللي على الانترنت، شفت بعض الفيديوهات اللي حضرتك اللي هي بتشخص حالتي بالظبط، بتشخص حالتي فعلا، وما شاء الله ريفيوز محترمه جدا جدا. وانا دلوقتي باكد انا بتكلم حضرتك يعني كلام فعلا 100% ده نابع عن تجربتي الشخصيه، ما هيش حاجه يعني. فبتلاقي حاجه مماثله لحالتك، وحالات مش واحد او اتنين، ما شاء الله يعني الاف. ربنا يجعلك سبب في تخفيف الام الناس يعني. بس استخرت ربنا وتوكلت الحمد لله. للمره الثانيه او الثالثه او الرابعه انا بشكر الباشمهندس ربيع. كلام الحقيقه يعني انا مستمتع بالكلام معاه جدا. يعني كلام زي ما انتم شايفين كده، احنا قاعدين نتكلم كاننا ما بنصورش، احنا بنتكلم بندردش سوا، ودردشه جميله جدا الحقيقه انا مستمتع بيها.
وهو ده الحقيقه اللي انا بعمله مع كل عيان، بيتكلم بطبيعته جدا، سواء كان تعب بعد العمليه ما تعبش بعد العمليه، جه ليه ما جاش ليه، اشمعنى انا واشمعنى مش غيري. وندعو الله يا رب ان يكون مكاننا ده مكان يعني زي ما بيقولوا كده يعني فيه شفاء للناس، او مكان ربنا بينزل شفاءه فيه. دي دعوتي الحقيقه، ودايما اي حد بيكلمني بقول له ادعي لنا ان يكون هذا المكان مكان يعني ايه، يعني الناس تخرج عندنا مبسوطه. طبعا الحمد لله يعني. انا اشكر حضرتك جدا جدا، واكد لك انك انت، انا سعيد اني اتعرفت عليك بصرف النظر عن العمليه او كده. ربنا يكرمك. كل انسان ما بيلاقي تفوق في مجال دي حاجه تسعد طبعا، وحاجه تشرف يعني. ربنا يجزيك خير عن كل. ربنا يكرمك يا باشمهندس، انا اللي سعيد بمعرفتك جدا وكلامك جدا اللي طالع من قلبك فعلا، وانا يعني متفاعل معاك جدا الحقيقه يعني. وربنا يكرمك، ويا رب دايما يعني تنورنا بعد العمليه وتيجي تزورنا وتسلم، عديت تطلع تسلم علينا كده، اكتر من كده يعني. ربنا يكرمك، نورتنا يا باشمهندس. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. ده فضل من ربنا علينا، زي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام.